أهلا بيكم في أهم أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل جعفر العمدة. حلقة قوية جدا وأحداث قوية جدا 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 هنعرفها قبل عرضها على التلفزيون، فياريت تكملوا الفيديو لحد الآخر، وياريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدا اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هما يقولها ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب واللي وضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، ويبقى صدها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني وانا ام، وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط. لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره ويرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدا يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه في ايه، دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدا ان هو يسالها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك. انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقت قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن ان هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته، بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا،
وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا. وما بييجوا يتكلموا جعفر وبيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمة؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقة ديت معايا؟ شكل انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحدة راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحارة، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له وانا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك؟ ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله، بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه. خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى، وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها، وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدا اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هما يقولوا لها ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب واللي وضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، وبقصدها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا ام وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط. لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره ويرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدا يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه في ايه، دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدا ان هو يسالها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي،
حياتي من بعد منك. انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقة قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا ده حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته. بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا. وما بييجوا يتكلموا جعفر وبيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمة؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقة ديت معايا؟ شكل انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحدة راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحارة، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له وانا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك؟ ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيره، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله بالنسبه لان هو مش عاطيله مساحه حريه بان هو يقول كلمته ويقول رايه. خاصه ان لما بيكون في خصومه ما بين اتنين في الحاره او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيده عيشه كلها. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدا اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هما يقولوا ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب ولوضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، ويبقى صدها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا ام وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط. لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان
فتحي جوزها، وهي بتبدأ تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي، ملكوش دعوة بيا، انا عارفة انا بعمل ايه وكفاية اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدأ ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها. وهما طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هما هيسيبوها فترة وهيرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمة امه، اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدأ يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه، في ايه دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدأ ان هو يسألها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك. انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقه قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن ان هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته، بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا. وما بييجوا يتكلموا جعفر وبيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمه؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقه ديت معايا؟ شكلي انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحده راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحاره، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الأحداث ومن ضمن التسريبات بإن سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحية أخوه، وهتفضل تقول له وأنا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصة قدام أخوك؟ ليه أنت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ أنت لازم إن أنت اللي تكون أقوى منه، لازم إن أنت اللي تكون مكانه، لأن أنت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت إيدك مش أنت. وبتبدأ إن هي تقويه على أخوه، وهو بيقول لها إحنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله، بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه، خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها، وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه.
هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدأ اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبدأوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبدأوا ان هما يقولها ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيدة زينب ولوضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمدة بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحالة ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، وبقصادها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا ام وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط، لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره ويرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدا يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه في ايه، دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدا ان هو يسالها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك، انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقت قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن ان هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه، وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته، بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا، وما بييجوا يتكلموا جعفر وبيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمة؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقة ديت معايا؟ شكل انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحدة راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحارة والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا، وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له وانا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك، ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله، بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه، خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها.
طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها. احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت، لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شوية وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوة، بس اهم حاجة يكون لينا الحلاوة. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدأ اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هم يقولوا لها ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب واللي وضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، وبقصدها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا ام وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط، لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره ويرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدأ يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه في ايه، دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدأ ان هو يسألها ويقول لها شفت يا ست الكل انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك، انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقت قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن ان هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته، بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا، وما بييجوا يتكلموا جعفر بيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمة؟ من امتى وانتوا
بتتكلموا بالطريقه ديت معايا؟ شكل انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحده راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحاره، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له هو انا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك؟ ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم ان انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله، بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه. خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى، وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك، وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه، وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها، وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم، هتبدا اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها، وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هما يقولوا ده الراجل جاي وشاري، وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب، واللي وضعه لمركزه، اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، ويبقى قصادها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا ام وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط. لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها، ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي، ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه، وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره وهيرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه، اللي هي مش امه، الست اللي مربياه، وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها، بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها، لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدا يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه في ايه، دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدا ان هو يسالها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك، انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها، وحرقت قلبها ووجع قلبها من جوه.
هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن ان هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته. بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا. وما بييجوا يتكلموا جعفر بيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمة؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقة ديت معايا؟ شكلي انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحدة راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحارة، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له وانا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك؟ ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله، بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه. خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى، وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها. طبعا كلنا شفنا ان اكرم راح وفتح ابوه بان هو عايز يروح ويتجوز سوريا طليقة جعفر العمدة، ودي هتكون اكبر ضربة لجعفر العمدة. طبعا ابو اكرم بيكون بيقول له انت كده بتخاطر بحياتك وبتخاطر كمان بحاجة احنا ما احناش قدها، احنا ما صدقنا ان احنا نقفل الباب دوت. لكن اكرم بيكون مصمم على ان هو فعلا يروح ويعرض عليها عرض زي ده، وبيحاول ان هو يقنع ابوه، وبيقول له زي ما هو اتجوز اختي وعايشة وبعتنا وعايشة معاه هناك وسايبانا، انا كمان لازم اتجوز طليقته واعيشها معايا وتبقى واحده بواحده. فعلا ابوه ما بيقدرش عليه وبيقول له خلاص روح واعمل اللي انت عايزه. وفعلا اكرم بيروح وبيتكلم مع فتحي اللي هو جوز اخت سوريا، وبيعرض عليهم ان هو فعلا هيتجوزها، وكمان هيدوهم فلوس قصد ما هم يقنعوها وكل الكلام ده. لكن فتحي واخت سوريا بيقولوا له طيب سيبنا كام يوم، لان طبعا انت عارف هي بتحب جعفر، ومش اكيد مش هتوافق كده من الباب للطاق، ومش هتوافق على طول، لازم كده نلين دماغها شويه وسيبها بس هي تهدى كام يوم كده وملكش دعوه، بس اهم حاجه يكون لينا الحلاوه. هنشوف ان هو بعد ما يمشي اكرم من عندهم هتبدا اخت سوريا تتكلم معاها هي وفتحي جوزها، وهيبداوا يتكلموا معاها وهتقول لهم هو اكرم كان جاي هنا عايز ايه، مش مكفيه ان انا اتطلقت بسببه. هيبداوا ان هما يقولوا ده الراجل جاي وشاري وكمان عايز يتجوزك، وهو من اعيان برضو السيده زينب واللي وضعه لمركزه. اي نعم هو مش زي جعفر العمده بس برضو، لكن هي بتقول لهم استحاله ان انا اتجوز بعد جعفر سواء اكرم او غيره، ويوم ما اجي اتجوز بعد جعفر اتجوز عدوه، لا طبعا كفايه الغلطه اللي انا غلطتها في حق جعفر، ويبقى صدها انا بتعلم الادب الوقتي وعايشه معاكم وانا متطلقه، رغم ان انا والله كنت غصب عني، وانا وكان نفسي ان انا اعرف طريق ابني فين، ولا ابني عايش ولا ميت ولا هو فين بالظبط. لكن انا عمري ما هعمل حاجه زي كده في جعفر مهما كان، حتى لو هموت من الجوع. كلام سوريا ما بيبقاش عاجب اختها ولا بيبقى عاجب كمان فتح جوزها، وهي بتبدا تعيط وبتقول لهم سيبوني في حالي ملكوش دعوه بيا، انا عارفه انا بعمل ايه وكفايه اللي جرالي من تحت اكرم ومن تحت المواضيع ديت كلها. وبتبدا ان هي تنهار وتسيبهم وبتدخل على اوضتها، وهم طبعا يعني بيقولوا ايه في نفسهم ان هم هيسيبوها فتره ويرجعوا يتكلموا معاها تاني وكده. بنشوف مشهد تاني بان سيف بيروح وبيتكلم مع فاطمه امه،
اللي هي مش امه، الست اللي مربياه. وبيقول لها ان انا سبت لميا علشان خاطرك اهوت يا ست الكل، رغم ان انا بحبها بس عمري في حياتي ما هحبها قدك، وعمري ما هحب حد زيك في العالم كله. طبعا هي بتكون متأثرة وبتعيط وبتحاول تمسك نفسها لكن ما بتقدرش، وبتقول له انت بجد بتحبني يا سيف؟ طبعا هو بيبدأ يحضنها ويقول لها انت مالك يا امي كده، بقالك يعني شويه وفتره ما انتش مظبوطه، في ايه؟ دايما بتسرحي ودايما حزينه ودايما بتساليني اسئله عمرك ما سالتهاني، وانا لو ما حبكش يا امي هحب مين؟ هو انا شفت حد ولا اعرف ام ولا اخت ولا اخ غيرك انتي؟ وبيبدأ ان هو يسألها ويقول لها شفت يا ست الكل، انا علشان خاطرك سبت لميا اللي انا بحبها، اول حب واخر حب في حياتي من بعد منك. انا عايزك بقى تعترفي لي وتقولي لي انا ابويا مين وهو فين وهل ميت ولا هو عايش. طبعا في الوقت دوت فاطمه بتسرح وما بتبقاش عارفه ترد عليه تقول له ايه، بتحاول ان هي تتوه في الكلام، لكن طبعا اختها بتكون شايفاهم ودموعها بتكون نازله من بعيد على اختها وحرقت قلبها ووجع قلبها من جوه. هنشوف برضو في مشهد تاني بان عايدة بتبدأ تشوف جعفر العمدة من حتة تانية خالص، وبتبدأ ان هي تعجب بيه من تصرفاته ومن هو بيعمل خير كتير، وكمان ان هو مش بياكل حق حد. اي نعم هو صارم، واي نعم هو في حاجات كتير غلط، بس هي بتشوف منه كذا حركة كده بيأكدوا لها ان هو حد كويس، وبتبدأ ان هي تحن ليه، وكمان بتبدأ ان هي تحبه وتبقى عايزة ان هي تقرب منه. وطبعا دي حاجة بتكون مفرحة جعفر جدا، خاصة كمان لما بيعيشها معاه في الشقة بتاعته، بيكون حريمه الاتنين اللي هي نرجس ونوال بيكونوا طبعا متضايقين، دلال بيكونوا متضايقين جدا، وبيقعدوا يهروا وينكتوا في بعضهم طبعا، وبيقولوا هي فيها ايه زيادة عننا. وما بييجوا يتكلموا جعفر وبيقولوا له ان ده مش عدل ربنا وده مش حق ربنا، جعفر بيتعصب وبيزعق فيهم جامد جدا، وبيقول لهم هو انتوا من امتى وانتوا بترجعوا لي كلمه؟ من امتى وانتوا بتتكلموا بالطريقه ديت معايا؟ شكلي انا ما بقتش عارف ان انا اسيطر على حريمي. واحده راحت وطت على ايد كرم وبستها في نص الحاره، والناس كلها شافت وشهدت، وانتوا كمان جايين تعدلوا عليا ابقى مين اللي يقعد معايا ومين اللي ما يقعدش معايا. وطبعا بيزعق فيهم زعيق جامد جدا. هنشوف بقى من ضمن الاحداث ومن ضمن التسريبات بان سيد مراته هتفضل تشحنه من ناحيه اخوه، وهتفضل تقول له هو انا ليه دايما مش شايفاك راجل، خاصه قدام اخوك؟ ليه انت دايما بتكون مهزوز كده قدام منه؟ انت لازم ان انت اللي تكون اقوى منه، لازم انت اللي تكون مكانه، لان انت الكبير، هو اللي المفروض يسمع كلامك، هو المفروض يبقى تحت ايدك مش انت. وبتبدا ان هي تقويه على اخوه، وهو بيقول لها احنا حرين مع بعض، لكن طبعا من جواه بيكون حاسس بالغيرة، وبيكون حاسس ان هو فعلا مظلوم، وان جعفر فعلا اكل حقه كله بالنسبة لان هو مش عاطيله مساحة حرية بان هو يقول كلمته ويقول رأيه، خاصة ان لما بيكون في خصومة ما بين اتنين في الحارة او كده، بيطلبوا ان جعفر هو اللي يقعد ويحكم ما بينهم. لما بيجي جعفر هو يقول سيد هو اللي هيقعد يحكم، طبعا الناس مش بترضى وبيقولوا ان احنا عايزينك انت الكبير بتاعنا، وانت المعلم بتاع السيدة عيشة كلها.